كابتن مدحت شلبي امبارح شن هجوم شرس، لا بينا ولا علينا. قمنا لقينا فيه هجوم شرس من الكابتن مدحت شلبي بلا سبب على الكابتن الخطيب وعلى ظروفه الصحيه، مع ان الكابتن مدحت شلبي كان بيمر بظروف صحيه صعبه وكلنا دعينا له ان ربنا يتم عليه بالشفاء، لكن وكلها معلومات مغلوطه. والكابتن الخطيب ضيع على الاهلي بسبب الشروط الجزائيه في عقد ريبيرو وعقد كولر، وجاب بقى القديم والجديد وما عرفش ياخد تاشيره. مع هو مش ظروفه الصحيه ولا حاجه، الراجل زي الفل، ما تفولش على نفسك. وانت ما انت عارفش تاخد تاشيره، رئيس الاهلي مش عارف ياخد تاشيره، فاضطر طبعا الكابتن جمال جبر اللي هم طبعا ايه كل شويه يقول لك لجان 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 لجان، والراجل اصلا لا بيرد ولا بيظهر في برامج، وكل واحد فاشل وبيقول معلومات مغلوطه، يقول لك اللجان بتهاجمني، مع ان هم اللي عندهم لجان، يعني هم اللي شغالين لجان اصلا. يعني انا هوريكم جمال جبر رد ايه على الكابتن. ده البوست اللي نزله جمال جبر بالصوره، ان الكابتن عنده تاشيره لامريكا من شهر 4 اللي فات، وكان يقدر يسافر كاس العالم للانديه. الموضوع مش موضوع تاشيره خالص. ف هل بقى الكابتن مدحت شلبي هيرد وفريق الاعداد بتاعه؟ انا مش عارف الصراحه. وايه اللي الاهلي كلف؟ ما هو ياما في الخليج وفي الدوري المصري وفي الدوري الهونولولو على راي الكواليني وعصام عبده. دوري الهونولولو في مدربين بتمشي وتاخد شروط جزائيه، يعني ما بتتكلمش يعني مش ولا هي ام بي سي اتحولت لمنصه وتصفيه حسابات مع الخطيب والاهلي، ووجود الخطيب عقبه لناس معينه. وللاسف ده بيسيء لمنصه كبيره زي منصه ام بي سي، لان احنا ما بنشوفش غير على منصه ام بي سي غير مجدي عبد الغني اللي هو عنده برنامج اصلا، فبيطلع يقطع في مجلس الاداره والخطيب. محمد عماره بيطلع يقطع في مجلس الاداره والخطيب. عصام الحضري نفس القصه. مصطفى يونس نفس القصه. ف شيء مش مفهوم الصراحه من اداره القناه. مش معنى ان انت بتجيب ناس اهلاويه كيوت ما بيعرفوش يردوا. وبعدين قصه ايه الشرط الجزائي؟ هو في حد عمل بطولات زي هو في رئيس نادي في قاره، حتى مش في افريقيا بس في اسيا، وصل نهائي دوري ابطال افريقيا 2017 و2018 و2020 و21 و22 و23 و24، وخد البطوله 4 مرات، وراح كاس عالم الانديه، وراح كاس عالم الانديه اللي هو بالشكل الجديد، وخد برونزيات، وخد الدوري، وخد الكاس، وخد يعني هجوم غير مبرر وهجوم غير مفهوم، وتحس انه هجوم يعني مقصود بيه اللي هو ابعاد الكابتن الخطيب عن النادي الاهلي طب ايه المشكله؟ ما هيجي حد تاني يمسك النادي الاهلي وهيحقق بطولات برضه. كان الله في العون والله.